بتحبيه طويل وهو قصير جدا، هتوافقي؟ طب انت بتحبيه جسمه رياضي وهو تخين جدا، ادام انت جيت تسالني يبقى الحته دي مش مكيفاه. الحاجه اللي بتعدي في الجوازه الجسم، تعديله وتعدلها. لو الواد حلو وجسمه حلو، هي السما بتمطر موزز النهارده ولا ايه؟ نكته مش قد مش مهم يعني. بص هبعلمه مش قادره، ما هو ده الشكل اللي هصطبح بيه يعني، دي السحنه. اول لما شفته حسيت اني فانت عينك الاول انت داخل قاعد بيعمل ازاي. فانا لو قاعد اللي هو قاعد عامل كده، انا عاوز راجل ماله هدومه كده صح، هو انا عاوز ست ماله هدومها بالستايل اللي انا بحبه. فانا نظرتي اول حاجه هتقع على ايه، اللي هو ان يجد فيها ما يدعو الى نكاحها. هي دي. هو الابيضان الحلو، هو الاسمراني ما ده شرعا يجوز. والله. او لما راجل بيتقدم بتبص على ايه، الشوز بتاعه متلمع ولا لا، البنطلون بتاعه نضيف ولا لا، القفا، ضوافره صح. ده كل ده دليل على النظافه الشخصيه وان الراجل بيعرف يهتم ولا لا. انت رايح تتقدم، ده انضف شكل ليك. وصلت؟ لبسه مهندم ولا مباه، يعني انت جاي في لقطه، انت جاي تترسم، ده اعلى حاجه في رسمك في ستايل لبسه اللي هو الالوان. اما لابس لا، ما ريحته عرق. اللون اللون يعني مش اللون. ما هو كده كده بيبان على الراجل اللي متجوز بعد ما يتجوز من القمصان بتاعته والبنطلون، بيبان وهو جاي قاعد ازاي. فالانجذاب الجسدي ده شيء مهم جدا. لو انا ما اتشدتش من الاول لده مش هتعدلها، هنجذب ليها وبعاوز ادلع فيها. ما ست، اما لا هي مش ست بالنسبه لي. انا بحب الستايل ده ناتج عن ايه؟ المشاهدات، السوشيال ميديا شايفه الجسم الحلو ايه. على فكره ده بيخلي الدنيا بتتغير. العيله بتاعتي دايما كانت بتثني على